بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فكرة تانية هي كمان لمشروعك من البيت. تمام. نفس الكوبايات بتاعة الشوكولاتة اللي احنا عملناها، بس بأكفر يعني بطريقة تانية مختلفة. اللي هي هنا الكيك سبونج فانيليا مع كريمة، مدينها اللون الأحمر، أو ممكن تحطي عليها صوص فراولة بحيث انك تديها اللون البينك أو الأحمر ده شوية، فبتبقى شكلها حلو قوي في الكوبايات. طبعا الاسبونج انا ما عملتوش هنا لاني انا عامله الاسبونج على القناه قبل كده، ممكن ترجعي له وتعرفي هو بيتعمل ازاي يعني. واسبونج الفانيليا، وبتعمليه بنفس الشكل اللي انا بوريهولك ده. وطبعا دي انا عاملاها من زمان، كنت بنزلها على الفيديوهات القصيره، ولكن حبيت برضو انزلها دلوقتي للناس اللي هي بتدور على افكار المشاريع دي ان هي تغير فيها يعني تاني. تمام. فانا بديكي بس الفكره وانتي بتنفذي. الاسبونج بترجعي مش عارفه هو بيتعمل ازاي، ارجعي على القناه واعرفي. انا عامله الاسبونج قبل كده، والكريمه طبعا عاملاها. ودي طريقه تانية، بس انا بوريكي بس يعني ايه اختلاف في الافكار وانك ممكن تعملي الكوبا دي بكذا طريقه. تمام. حلوه قوي. غيري في مشروعك وفي طريقه شغلك، غيري فيه، مش لازم تبقى يعني كلها بنفس الحاجه. غيري عشان يبقى عليه مثلا اجماع او كده يعني، فاهميني طبعا. بصوا الكوبايات شكلها حلو قوي بسبونج الفانيليا ده. سبونج الفانيليا طبعا اللون الابيض ده مع مع لون الكريمه الاحمر، طبعا مدي الشكل حلو قوي للكوبايات، فده اختلاف